بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني يا أحلى حبايب وأحلى متابعين وأحلى أخوات وأحلى مستأجرين في جمهورية مصر العربية كلها. دلوقتي والله يا جماعة أنا جاية بخبر حلو قوي. مبروك للمستأجرين. حكم المحكمة الدستورية العليا هيسري على كل المستأجرين، سواء اللي رفع طعن او اللي ما رفعش. طبعا انا نزلت فيديو قبل كده ونزلت حلقة قبل كده كان فيها الموضوع بيقول ان اللي هيستفيد من حكم المحكمة الدستورية بس اللي رفعوا طعون. دلوقتي المحكمة الدستورية قالت يا جماعة ان لو المحكمة الدستورية حكمت حكم واحد بس زي الاحكام اللي حكمتها قبل كده هتسري على مصر بحل، على كل المستأجرين في من اول اسكندرية لحد اسوان. تعالوا مع بعض نسمع كلام المستشار يحيى وفا في الموضوع دوت، وهنشوف مع بعض هو هيقول ايه ويفصص لنا الدنيا مع بعض هنا ازاي. تعالوا مع بعض نسمي بسم الله، واول ما نبدأ كلامنا نبدأ بكلامنا عليه بذكر النبي عليه افضل الصلاة والسلام، ودي اهم حاجة يا جماعة. ويا ريت كلنا نعمل لايك واشتراك في القناة ونعمل فيديو ونعمل اشتراك للفيديو ونعمل شير للفيديو علشان خاطر القناة تتشاف. تعالوا معايا نسمع الدكتور يحيى وفا بيقول ايه. الحكم اللي هيطلع من المحكمة الدستورية، اي حكم هيطلع من المحكمة الدستورية بإلغاء القانون او بإلغاء نص فيه، هل ده هيسري على كل المستاجرين ولا على اللي عملوا طعون بس؟ سواء الطعون دي بقى كانت ضد القانون قدام المحكمة الدستورية او ضد قرار رئيس الوزراء او ضد قرار المحافظ. اقسم بالله اقسم بالله اقسم بالله اي حكم هيطلع من المحكمة الدستورية لصالح المستأجرين هيسري على كل مستأجرين مصر فردا، لانه ملزم لمصر كلها بكل مؤسساتها. اقول تاني، طب اللي طعن على قرار رئيس الوزراء، اذا اتلغى قرار رئيس الوزراء هيستفيد منه اللي طعن بس، ولا لو الغي قرار رئيس الوزراء اوتوماتيك سيسقط معه كل قرارات المحافظين؟ مين اللي هيستفيد؟ كل المصريين، مش اللي طعنوا بس. لا سامعين؟ طب امال ليه كنا بنقول يا جماعه طعنوا ومتحركوا؟ ايوه، لازم يبقى في حراك يحسس الدوله ان الموضوع مش سهل، وقدام القضاء يعرف حجم المأساة. ده كان الهدف من كلامنا في انه نطعن. طب هل الطعن في ذاته سواء قدام المحكمة الدستورية او على قرار رئيس الوزراء في القضاء الاداري او على قرار المحافظ يديني الحق ان ما ادفعش الاجرة؟ لا، بقولها لا، ما يدينيش الحق اوتوماتيك. وقلت قبل كده لو حصل ودفعت اقل يبقى نعرف ان ممكن تبقى في دعوة طرد. في الدعوة الطرد دي بقى ممكن جدا اللي طاعن هيقدم ما يفيد ان في طعن، يبقى محكمة الطرد دي ممكن تقول ايوه نستنى بقى لما موضوع النزاع اللي حوالين الاجرة ده ينتهي، وده المفروض اللي يحصل. لكن دايما بقول اعملوا حساب 1 في المليون انه ممكن تبقوا مطالبين بسداد الفرق بالكامل. هقولها تاني، اعملوا حصالة او جمعية واوعوا تسيبوا نفسكم لهذا الموقف على الاطلاق. وضحت الامور؟ اقسم بالله يا جماعة هذا هو القانون. حصل تغيير من الحكومة الميؤوس من انها تغير، من مجلس النواب الميؤوس انه يغير، من المحكمة الدستورية، هيفيد كل المصريين. وضحت؟ لسه بتسأل، انا قلت الكلام ده يمكن المرة ال10، لكن ما زالت بتجيلي اسئلة عن هذا الموضوع. اظن الموضوع كده بقى واضح، ويعني مش محتاج تاني اقول ايه تاني، مفيش اكتر من كده يتقال.
محدش، افرض ان واحد مش طاعن ومش قادر يطعن، هو طلعان عينه على 200 300 جنيه زياده في الايجار، الطعن هيكلفه 5 6000 جنيه 4000 جنيه 3000 جنيه ايا كان. طب مش قادر يجيب علاجه، هيوقف علاجه عشان يدفع للطعن. انا كده يا جماعه معلش ما حدش يزعل مني، ومش في كل الحالات الطعن ينفع. يعني مثلا اللي تصنيفه اقتصادي، طعن ايه على قرار محافظ؟ قرار ايه؟ ما هو هيوديه فين تاني؟ ما هو اقل حاجه الاقتصادي. والطعن على قرار المحافظ معناه بنقول له ان التصنيف اللي حصل لمنطقتي دي ولشقتي المنطقه اللي انا فيها دي القرار ده غلط. طيب عايز مني ايه؟ المحكمه تقول لك طب عايز ايه لو طلع غلط؟ هتقول له نزلني للمستوى اللي تحت، اللي هو مثلا من مميز لمتوسط او لاقتصادي. لكن الاقتصادي هينزل لفين؟ يبقى اي حد متصنف اقتصادي اصلا الطعن هياخد حكم بعدم قبول الدعوه لانتفاء المصلحة، لأن مالكش مصلحة مفيش فايدة هتعود عليك، فمش كله ينفع الطعن. فمن فضلكم بلاش تشويش على الناس، وبلاش ان احنا يعني انا اقول كلام لنفسي، مش عايز يعني اوهم الناس انه لازم تعمل، وان الطعن ده هينجزك، وانه لو ما عملتش وحصل تعديل يبقى انت كده موافق على القانون. موافق ايه؟ هو في حاجه في الدنيا اسمها انا مستني مواطن، القانون مستني مواطن يوافق عليه عشان يتنفذ؟ هو لما طول ما هو موجود انا ملزم انفذه، احول اعور اعمر اعمى راكبه عفريت، انا ملزم انفذه. فمش معنى ان انا دفعت الايجار ان انا وافقت، مش معنى ان انا ما عملتش طعن ان انا موافق على القانون، لا. لكن الطعون مفيده في الجوانب وبالحدود اللي انا قلتها. ارجو ان تكون الرساله وصل. سامحوني لو كنت يعني انفعلت شويه في الحته ديت، لان بصراحه بشوف تشتيت ويعني بلبله كتير في الموضوع ده. حته صغيره تاني، تعليق نظر الطعن على قرار رئيس الوزراء ليس في صالح المستأجرين. ليه؟ لأن تعليق النظر معناه مش هنقول القرار ده وحش فمش هنلغيه، ولا هنقول حلو نخليه. طب معناه ايه؟ حاطينه في التلاجة؟ ايوه، يعني ماشي وشغال وصلاحيته شغال. لأن عدم التعليق كان ممكن يصدر حكم بإلغائه، ولو صدر حكم بإلغائه اوتوماتيك كان كل احكام المحافظين على مستوى الجمهورية هتسقط، هتتلغي. فيبقى لما نقول تعليق يبقى التعليق ده مش لصالح المستاجرين يا جماعة. قلتها برضو مرة واثنين وعشرة. انا بقول قانون، اقسم بالله لا اقصد اي حد ولا اي شيء ولا انا بقول بوضح القانون. هذا الاجراء هذا القرار من المحكمة اذا كان اتخذ، انا معرفش اتخذ ولا ما اتخذ. انما المفيد مثلا تعليق نظر دعوة، لو في دعوة طرد بسبب عدم سداد الاجرة فتم الدفع بعدم الدستورية ورفع دعوة دستورية، او تقديم ما يفيد ان في دعوة دستورية بعدم دستورية الاجرة، فهنا المحكمة الطرد لما تقول انا هوقف بقى الدعوة تعليقي، ايوه ده لصالح المستاجر مش عايزة نقاش. لكن وقف الدعوة تعليقي في الطعن على قرار رئيس الوزراء لا، مش لصالح المستاجرين. اشوفكم على خير في قطيفايه جديده ان شاء الرحمن الرحيم. وقبل ما نمشي برضو نقول تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. مصر يا جماعه لا هي قانون ولا هي مسؤول، كلنا ماشيين، ومصر هي اللي باقيه لاولادنا والاحفادنا. اشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي يا جماعة زي ما سمعتوا الدكتور يحيى وفا او المستشار يحيى وفا في كلامه من اول الفيديو لحد اخره دليل على ان اي حكم هيطلع من المحكمة الدستورية او هيصدر من المحكمة الدستورية هيشمل مصر بالكامل، ايا كان بقى الطعن على قرارات المحافظين، الطعن على القانون، الطعن على المواد اللي هي
زي مادة الطرد والمادة 2 والمادة 7 والمادة 4 والمادة 5 وهكذا. كل المواد المطعون عليها أي حكم هيصدر من المحكمة الدستورية هيشمل جميع المستأجرين اللي طعن واللي ما طعنش. فده كان أنا حبيت بس أوضح، لأن أنا كنت عاملة فيديو قبل كده يقولك الناس اللي هتستفيد بس من القرارات اللي هتصدر من المحكمة الدستورية الناس اللي عاملة طعون فقط. طب اللي معهوش طعون دلوقتي اي محامي الطعن ب5000 جنيه وب4000 جنيه وب3000 جنيه لكن دلوقتي الحمد لله الامور وضحت ان اي برضو هقول مرة واثنين وثلاثة اي حكم هيصدر من المحكمة الدستورية بالحاجات اللي انا قلتها واللي الدكتور المستشار يحيى وافق قالها ده هيشمل المستأجرين بالكامل. يا ريت اللي يشوف الفيديو منكم حبايبي ومتابعيني وربات البيوت والستات كلها اللي زي اللي بيشجعوني نعمل شير كتير للفيديو ونشارك الفيديو عشان صوتي ده يوصل لكل ربات البيوت في البيوت، ونحط لايك كتير لان اللايك هو اللي بيرفع الفيديو. واللي عنده كلمة حلوة يا جماعة يقولها، واللي ما عندوش يا ريت ما يخشش يتفرج علينا. وده كان الفيديو بتاعنا النهارده. يا ريت استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وشكرا لكم والسلام عليكم.